انت شايف ان الدولة اهتمت كفاية بذكرى شهداء ماسبيرو، ولا الموضوع عدى كده عادي؟ لو تسمحي لي هرد على السؤال ده بقصيدة كده قلتها في الحفلة ديت، حفلة اتفضل. أبين ماسبيرو. يعني حاول تلمي فيها كل حاجة. اسمها توك شو، بتقمص فيها 4 شخصيات. تمام. ورد إلينا نبأ عاجل، الأقباط بيحاربوا الجيش وبيقتلوا في جنودنا قصادنا، جايين يستولوا على بلدنا، قال بيصوروا عايزين حق. مين علمهم قولة لأ؟ مالهم كده خارجين طايحين؟ كتر خيرنا، كتر خيرنا اننا ساكتين. فينكم بس يا مصريين؟ اخرجوا حالا بقى دلوقتي، دافعوا عن ارضكم والجيش والدين. بقى معقولة تسيبوا وطننا لعبة لحبة مسيحيين؟ ايوه الو، ومعانا تليفون من مين؟ ايوه مراسل لينا. ايه الاخبار؟ الدم اتحول انهار والناس عماله بتنهار، وعساكر من الجيش المصري دهسوا شباب ابرياء ابرار، وكأن اللي ما بينهم مثلا طار. بتقول ايه يهبل يا حمار؟ ده اللقباط هم الجانيين، وجنودنا مظاليم مجاريح، عن ارضنا بس مدافعين. ايوه الو، ومعانا تليفون من مين؟ ايوه سمعت، الحاج حسين. ايوه يا حاج سلام عليكم. ايوه يا باشا، ايوه يا بيه. الناس اللي اتدهست دي ذنبهم ايه؟ هم عشان لا مؤاخذه نصارى يتمرمطوا كده من غير ليه؟ بص يا اخ، انا مسلم على باب الله ومليش مصلحه في اللي بيحصل، كان ممكن ببساطه انساه، بس ازاي انا هنسى القبطي وانسى سنين قضيتها معاه؟ نفس السما رفع لها ايدنا، وبنسجد على ذات الارض، وفي حاره صغيره عايشين طول عمرنا ملناش غير بعض. يبقى ليه بتفرقوا بينا؟ ده احنا يا باشا غلابه بجد، اعملوا فينا اللي تحبوه، بس بلاش الفرقه ما بينا. لا القرآن حرضنا عليهم ولا هم أعدائنا في ديننا، ومفيش واحد في الدنيا دي حكر عليه السما والجنة. بص يا حاج، من الواضح انك مش فاهم، وعشان تفهم وجهة نظري راح اكلم لك واحد عالم. ايوه الو، ايوه معايا الشيخ اياه. ايوه يا باشا، راح اقول لك كم كلمة يدوب والوجه الله. اللي امام ماسبيرو يقال هم من بدأوا اليوم قتال، اصلا دول مالهمش دية ايه؟ دول اصلا خونة وعيال، اصلا كفرة. والكافر بقى قتله حلال، دهسه حلال، موته حلال، قتله حلال، عرضه حلال، أرضه حلال، بما لا يخالف شرع الله. يستاهل دهسه وعقابه، وهو كله بأجره وبثوابه. أيوة يا شيخ بقى يسلم فمك، أيوة ده رأيك صح أكيد، واللي عرضك يبقى عقابه قطع الرقبة وقطع الإيد. أيوة ألو، ومعانا تليفون من مين؟ لا معلش الصوت بعيد. أيوة يا باشا، اكتب عندك اسمي شهيد. انا واحد قال عايز حقي، بعتوله دبابة جيش، اصدروا حكم باعدام عمري، وانا تهمتي ايه؟ ماليش. كل ده ليه وانا كان ايه ذنبي؟ ده انا غير ربنا بس ماليش. طب ليه تكسروا ظهر اخواتي؟ وامي من الصدمة ما هيش ناطقة وما بتبكيش. متشكر جدا، متشكر جدا يا بلادي، في رقبتك دمي ما تنسيش. انا ماشي وسايبك ومفارق، وما دمت اتعلمتي القسوة هبعد بقى وما تتضايقيش. وان سألوكي في مرة عليا لاجل كسوفك اسكتي خالص وما تحكيش. بقى هتقولي ضنايا قتلته؟ لا طبعا ابدا، ما تجيش. يلا وماله، في ناس تعيش علشان تموت، وناس تموت علشان تعيش. ملحوظة؟ بعد مرور يا أفاضل عام، الباشا مذيع التوك شو جم رقوه وادوله وسام. بعد مرور يا أفاضل عام، الحاج حسين علشان فاهم طلعوا فتوى كلامه حرام. بعد مرور يا أفاضل عام، الشيخ إياه المتأسلم بقى دلوقتي في منصب هام. بعد مرور يا أفاضل عام، الشهداء من كتر عددهم مش عارفينهم وصلوا لكام، بس ورحمة كل شهيد
ربنا مش هيسيب الظالم، واسألوا عن عدله الأيام. لا هايل يا مينا، حقيقي مش عارفه اقول لك ايه، انا جسمي اشعر جدا. يا رب اقدر اكمل الحلقه. لا بجد كلامك معبر جدا، واسلوبك كمان متميز، يعني مش سجع وقافيه اللي احنا واخدين عليهم، لكن اسلوب مش عارفه ده بيسموه ايه في الشعر،